هبدأ إلا لما تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا كومنت كده لطيف. لو ليك أي سؤال في البيزنس أو في الإدارة أو في التسويق. ولو حتى في الحياة عموما بالظبط. اسألنا وماله ما تسأل. وماله. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من وماله. طيب النهاردة حلقة مهمة جدا لأي واحد بيفكر إن هو يشتغل أو يبدأ الشغل بتاعه. مجرد ما بيتخرج من الكلية بيبقى شايل هم كبير جدا جدا، وهو المقابلة الشخصية. المقابلة الشخصية بتبقى هاجس في دماغ معظم الشباب، سواء الناس اللي لسه بتبدأ بتعمل أول مرة مقابلة، أو حتى الناس اللي اشتغلت في مكان وبتروح مكان تاني، أو حتى لو مر عليهم عمر كبير وبيقرروا يسيبوا مكانهم ويروحوا ينتقلوا لشركات تانية، برضو تظل المقابلة الشخصية يعني عارف حوار. من اكتر الحاجات اللي انت عارف ان انا مسؤول اتش ار وبعمل مجابلات، ده غير السنين الطويله اللي خدتها في سوق الدواء، وبعمل انترفيوهات عشان اعمل هايرنج ليمن دوبين وديستريكت مانجر وريجونالز والكلام ده. اكتر حاجه بما ان احنا بدانا فكره وماله بان احنا عايزين نتكلم في الحاجات اللي مسار الجدل على جروبات الفيسبوك بتاعت البيزنس وبتاعت الناس اللي شغاله في الدعايه طبيه او غير طبيه، ان تبص تلاقي عارف كلمه فتي، في فتي كتير جدا على الفيسبوك على المجابلات والاجابات اللي لازم تتجاوب والاجابات اللي مش عارف. وتبص تلاقي داخل واحد عايز يشتغل فبيرد الردود المحفوظه زي الصاروخ، اول ما تروح طالع بره شكرا لا ده انا اقول لك بيجي واحد تاني. اقول لك من الحاجات اللي كنت بشوفها الفتره اللي فاتت، واحد عمل انترفيو في مكان معين وطلع من الانترفيو، فابتدى بقى ايه يتكلم بشكل سلبي على الراجل اللي بيعمل معاه الانترفيو. طالما انتم مش عايزين وطالما انتم مش شايفين وازاي بتاخدوا الطريقه دي، ودي اسئله بتتسال وبتاع. فخلال الموضوع ده لما لقيناه بينزل اسئله اللي اتسالت له، انا بصراحه بامانه يعني لقيت الاسئله دي محترمه جدا، وكل سؤال ليه اوبجيكتيف معين فعلا. يعني انا بس هو مش فاهم ايه ماسك نفسي بالعافيه ان انا اكتب كومنت اقول له على فكره الراجل اللي بيعمل لك انترفيو ده راجل فاهم، والراجل عايز يقيم واحد واثنين وثلاثه، بس حسيت ان انا لو عملت الحته دي عارف هيحصل ايه يا اكرم؟ هتطلع على المسرح هطلع على المسرح على طول. على فكره احنا جايين نطلع على المسرح هنا كده بنطلع على المسرح بتاعنا اللي هو وماله. خلاص بينا يا عم ايهاب، قول لي انت دلوقتي اشتغلت اتش ار فتره كبيره، تمام؟ وقابلت وعينت ناس كتير، عايزك تقول لي اكبر غلطه بيعملها الناس في المقابلات. اكبر غلطه من وجهه نظري انا الشخصيه، الشخص اللي بتحاول تطلع منه المعلومه بصعوبه، اللي هو الشخص اللي ممكن يكون طبعه مؤدب زياده عن اللزوم، ممكن يكون انطوائي بشكل ما، ممكن يكون مش اجتماعي بالشكل المناسب، ممكن يكون مخضوض شويه متاخد من الانترفيو. طبعا بدايه انا بحاول افكه زي ما كل البروتوكول بتاع الانترفيو الاحترافي، انك بتحاول تخليك ريلاكس، بتفس الشده العصبيه، لكن في ناس بتفضل مهما عملت معاها دي اكبر غلطه. ما فيش بيحصل. ليه اكبر غلطه؟ لاني انا بسال، مش انا الانترفيور بيسال عشان ياخد داتا يعرف يسكنها في الحاجات اللي هو بيدور عليها. فلما حضرتك ما تجاوبوش فعلا انت كده ما عملتش المجابله الشخصيه، انت كده ما عملتهاش. فهو هيبتدي ياخد قرار يعينك او لا بناء على ايه؟ ما انت مكفول وهو طلع المعلومه معاك بصعوبه. طب انا هبذل معاك مجهود عشان اطلع المعلومه ليه؟ ما تطلعش، ما هو كل وظيفه بتتعمل متقدم فيها 500 بني ادم. فدي وجهه نظري الشخصيه، دي اكبر غلطه، لانك انت كده بتحرم نفسك من الفرصه اللي انت بتسعى لها. انت شايف اللي بيخلي اللي بيقدم على وظيفه يبقى بهذا الشكل، ان هو يبقى متنشن مثلا، او يبقى مش ريلاكسد، او ان هو مثلا ما بيقدمش كل العلم ده، سببه ايه؟ عشان برضه يحاول يعلم. سببه حاجات كتير جدا. اكتر سبب بنشوفه ان هو محتاج الوظيفه، بس كل ما بيزيد يحتاج ده كل ما تزيد الشده العصبيه.
وفي نفس الوقت ممكن يكون عنده المجابلات، ما عملش مجابلات كتير، ما عندوش خبره في المجابلات، بتبقى مثلا بايت الليل صاحي متنشن خصوصا ومشدود. لو كان المكان ده بالنسبه لك مهم مهم، ما وأنت هو نفسك ده تشتغل فيه. الاحتياج. يعني انت كل ما انت بتقدم على مكان انت تتمنى ان انت تشتغل بيه بجد، كل ما الضغط النفسي عليك بيزيد، فكل ما انت تبقى مش طبيعي اكتر في المقابله. صحيح. ده حقيقي. وفي نفس الوقت يعني احنا كان الناس زينا كنا بنعمل بلان، مم. وايامنا احنا ما كانش في سوشيال ميديا، فانت البلان هو ممكن يسال في ايه، انت بتتوقع مجال الاسئله وبتشوف الاجابات المناسبه من وجهه نظرك. ممكن تصادف انك انت تعرف حد شغال في المؤسسه دي فبتساله، بتتعامل معاه طب ممكن اجاوب دي ازاي، السؤال ده ممكن يتسال ازاي، حاجات من هذا القبيل. طب انت على فكره فتحت نقطه مهمه جدا، خصوصا في الناس اللي لسه بتعمل مقابله لاول مره، واللي لسه متخرج من الكليه. ده مشكلته الاساسيه ايه؟ ان هو بيبقى طالع من الكليه متعود على نظام الكليه اللي هو ايه؟ اسئله واجوبه نموذجيه وام سي كيو وحاجات زي كده، فهو صحيح. رايح للمقابله متخيل ان لما يخش المقابله يبقى فيه اجابات نموذجيه، لو هو اجاوبها صح يبقى هو كده اكسبتد. وهذا المبدا خاطئ جدا. لانه الحياه ما فيهاش ايدياليتي، ما فيهاش صح وغلط ما بهذا الشكل. فيهاش نموذج. يعني هو انت ممكن انك تجاوب نفس الاجابه، ودي نقطه مهمه برضه تستفيد بيها الناس. انت ممكن تجاوب نفس الاجابه مع عم ايهاب، ما تنفعش تجاوبها معايا لو احنا بنعين في مكانين مختلفين. واقول لك كلمه، لا ده احنا بنعين في نفس المكان. لا، ولو بدلنا الاماكن برضه تبقى مختلفه. يعني عايز اقول لك كل ساعات في بعض الاماكن اجابات معينه لو قالها انا باخده، واماكن تانية نفس الاجابات لو قالها انا ماخدوش. طبعا لان ممكن الاجابه دي تبقى ماتشنج مع الاستراتيجيه اللي شغال بيها المكان ده، ما تمشيش مع المكان ده. لان انا ليا راي في الحته دي، هو عايزك كنت داخل مجادله شخصيه، ما تحاولش تثبت انك تنفع للمكان ده، لانه لو انت حاولت تثبت انك تنفع للمكان ده واكشوال المكان ده مش مناسب ليك، انت هتتعب والمكان هيخسر وانت هتخسر وقت ومجهود. خليك على طبيعتك، دي اول حاجه، انك البيزك كده خليك على طبيعتك، خليك براحتك. انت بتتعرف على حد جديد، خليك ريلاكس وبطبيعتك. طبيعتك دي هتبقى مناسبه للمكان، انت كسبت المكان كسب. طبيعتك دي مش مناسبه للمكان، انت كسبت والمكان كسب برضه، برغم انك انت مش هتشتغل في المكان ده، بس انت كسبت وقت ومجهود لانك هتلاقي المكان اللي يناسب امكانياتك، والمكان نفسه كسب انه ما تعبش مع حد مش مناسب. صدقني دي يمكن اهم نصيحه ممكن ننصح بيها. احنا بنبدا الحوار بتاعنا باهم الكلام بصراحه. اهم نصيحه ممكن اي حد ياخدها قبل ما يعمل اي مقابله شخصيه في اي مكان في الدنيا، انه يبقى اوثنتيك او اصلي. كون نفسك، ما تقلدش حد. يعني ما تسالش حد، تسال تاخد معلومات، تعرف معلومات عن المكان، تعرف معلومات عن الشخص، بس ما تاخدش منه اجابات نموذجيه. تبقى من اكتر الحاجات الكوميديه بتبقى في المقابلات لما حد مثلا لسه صغير او لسه بادئ الدنيا جديد، وتروح تساله سؤال كده يعني انت عارف ان هو صعب، تلاقيه بيجاوبك عليه بتفاصيل كبيره. لا، الراجل اللي قدامك ده يعني اكيد عارف يميز بين اللي لسه جديد ومستني منه ايه معلومات، واللي ليه خبره ومستني منه ايه معلومات. نقطه مهمه جدا كمان في الموضوع ده، السي في. يا اخوانا السي في مفيش حاجه ان انا بروح مدي البيرسونال داتا لحد ويروح عامل لي السي في. يعني استنى هقول لك على حاجه. مره السنه اللي فاتت بعمل المقابلات دي كانت على موظف استقبال ريسبشنست. السكرتاريه دخلوا لي اول حد بالابلكيشن بتاعه بالسي في بتاعه، سيلف موتيفيتد ورك اندر بريشر اند وزن ا تيم ومش عارف فيري جود ان انجلش. المصطلحات سيلف موتيفيتد واندر بريشر وزن ا تيم اصبحت مصطلحات مشبوهه في السي في، يفضل انك ما تكتبهاش. فدخلت بقى معاه اختار موضوع واتكلم عنه بالانجليزي. فالمهم خلي بالك انت ممكن تبقى مش عايز انجليزي بس استفزك السي في. يعني هو انا مش عايز انجليزي، بس هو السي في استفزني فعلا. بالظبط. فبقول له طب اختار موضوع اتكلم في بالانجليزي، ما اعرفش، ما فيش.
طب تعرف يعني سيلف موتيفيتد، قاعد يقول لك يعني أبقى معتمد على نفسي، وانه يعني كلام ملوش اي علاقه بالمكتوب. ما علينا، ابتديت اطلع بره السي في وخليته يتفك واتكلم بحريته، والراجل الحمد لله نجح ان هو يتكلم بحريه وتمام التمام وزي الفل. وشكرا شرفتني، الرد خلال اسبوع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دخل اللي بعده، السي في هي والنعمه ما في غير الاسم اللي متغير. لا انا عايز اقول لك حاجه حلوه بقى، حاجه نكته جديده. وجايين مع بعض. انا شفته محدش شافه، صدقني اللي آه. شفته انا. ازاي تدخل عليك اولا سي في يجي لك انت تشوف انا داخل متوقع اللي هيخش لي ولد، لان مكتوب حاله التجنيد الميليتري ستيتس اكزام في المواجهه، متوقع اللي هيخش لي ايه؟ ولد. فوجئت ان هو بنت، صدمت لما بصيت على الاسم لقيته اسم بنت. المشكله في ايه؟ المشكله في ايه؟ ده بيديك انطباع مباشر عن المصداقيه. انت راجل ما بتبذلش انا يديني مجهود. انطباع اكرم عن عدم الاهتمام بشيء مهم. بالظبط. كذا حاجه، مش بس المصداقيه. المصداقيه على فكره ممكن ما يبقاش قوي مصداقيه، لان خلاص احنا اتعودنا ان ده براكتس او ده سلوك بيحصل من الناس كتير، لكن ده فعلا انديكيتور اكتر لعدم الاهتمام. يخلينا نقول السي في يعني ايه؟ سي في يعني ايه؟ كريكلم بيت. اما تيجي نترجم كلمه كريكلم فيتي، يعني ايه كريكلم فيتي؟ كريكلم تراكمي، وفيتي نافذه، شباك. فشباك على تراكمات الداتا بتاعت حضرتك. ترجمته بالعربي السيره الذاتيه. المفروض دي دوكيمنت وثيقه انت بتتكلم فيها عن نفسك. انت مين؟ عايز اللي قدامك يعرف عنك ايه. فطبعا في ميل مؤدت الخدمه العسكريه، ايه المشكله؟ عادي ممكن يبقى في خدمه. انا خلاص ولد، خلاص اوكي. في مين؟ انت دخلت التجنيد، راح تستغرب. تجنيد ايه يا فندم؟ ما انت اللي كاتبه كده عن انت نفسك. بتعكسني يا عم، حضرتك اللي كاتبه كده في السي في. لا والله. قلت لها امال مين؟ اصل انا السي في ده في حد عمله لي، وفي حد كتبه لي في مكتبه، وعملت كذا كذا. بس ادي القصه. فده يعني بدل ما احنا بنبدا في المقابله من الصفر، بنبدا من تحت الصفر. وفي بعض الحاجات في الانترفيوهات بتديك انطباعات. يعني كلمه مثلا تقول له ايه الحاجات اللي انت مثلا ما تقدرش تشتغل فيها؟ يقول لك انا ما بحبش اشتغل تحت ضغط. تحت ضغط؟ واحد لسه داخل، لسه بيبدا شغل في حياته، يقول لي انا مش عايز اشتغل تحت ضغط. هو لو جاوبنا كده هو عمل لنا ضغط. لا هو الفكره انت زي ما انت بتقول، هو بيعمل لك انت ضغط، لان انت لا فاهم هو الاجابه دي حقيقيه ولا هو حافظها. لان لو هو حافظها تبقى مصيبه. يعني هو حافظها وناقشها من واحد قال له ان انا مش بحب اشتغل. لو دي حقيقيه تبقى مصيبه اكبر، ان انت لسه بتبدا حياتك ولسه بتشتغل بغض النظر عن الشغل ايه. هو اصلا ده مش معناه برضه ان كل الشغل فيه ضغط. الطبيعي في الدنيا ان يبقى فيها ضغط. طبعا مفيش مكان في الدنيا حتى لو انت قعدت في بيتك مش هيبقى عليك ضغط. يعني بدل ما انت لو والدك ووالدتك بصوا عليك في البيت وانت بتبص على الموبايل، ده مش بيعمل لك ضغط؟ اكيد عامل لك ضغط. هي الناس دي بتبص لي ليه؟ ففكره ان انا لا، الضغط ما بعرفش اشتغل تحت ستريس. لما تسأل ايه عيبك؟ قول لي اقوى عيب عندك. قول لي ايه رايك؟ قول لي لسه هنخش ناخد اهم 10 اسئله بتتسال في الانترفيوهات ونجاوب عليهم، او ما نجاوبش عليهم، نقول كل سؤال مطلوب فيه ايه. يعني اللي بيسال عايز يسمع منك ايه. ان فاحنا لما بنتكلم في حاجات مفيش مدير بيعمل مجابله ما بيدورش عليها. حلو. مش حاجات سبيسيفيك. حلوه دي، وناس كتير هتستفيد منها. واعتقد ان اللي هيستفيد بالكلام ده هو اللي فعلا كواليفايد للوظيفه، بس محتاج حد يقول له يتعامل ازاي في الانترفيو، بس مش النوت كواليفايد. بس احنا اتعلمنا نمره واحد انك تبقى ريلاكس. نمره اثنين تحضر نفسك كويس، مش انك تسال على الفيسبوك ابوس ايديكم. بالظبط. ورقم 3 ان انت تبقى نفسك. بي يور سيلف اوثنتيك. ما تحاولش ان انت تعمل نفسك ان انت شاطر او ان انت تبيع في المقابله. انت مش بتبيع حاجه معينه. خلينا نقول انت بتبيع الكواليفيكيشنز بتاعتك، بتبيع امكانياتك من مهارات وذكاءات ومجهود ووقت. ما هو دي ده بيع، دي عمليه بيع فعلا. انا اول حاجه بدور عليها
الكلام اللي قاله جاك ويلش. لما تيجي تعين حد دور على الانتجريتي والانتليجنسي والهارد وركينج. بالظبط. دول اول 3 حاجات كبار. تعال نتكتكهم. اوكي. الانتليجنسي معروفه، الذكاء. اي وظيفه محتاجه اي كيو معين، ما ينفعش يقل عنه. بعض الشركات بتريح الانترفيور في الموضوع ده وتعمل لك سايكومتريك تيست وتشوف الاي كيو تيست بتاع كل واحد، ويقول لك الناس دي كواليفايد ان هي تبقى موجوده معانا من حيث الجزء بتاع الاي كيو. ويعمل ايه؟ ويعمل فلتريشن ليه. بالظبط. الثانيه الهارد وركينج. الهارد وركينج بقى ممكن تظهر ازاي في اسئله اكرم بيه؟ يلا قول لي انت. تشتغل كام ساعه في اليوم؟ طب ولو انا فريش؟ متوقع تشتغل كام ساعه؟ اخرك الساعه كام تشتغل؟ او اخرك ايه الحاجات اللي ما تقدرش تعمل اكتر منها؟ وعشان كده لما يجي يقول لك ايه عيبك وتيجي تقول له ما اعرفش اشتغل تحت ضغط، انت كده غيرت تلت المقابله. قلنا خليك نفسك وريلاكس واعمل بلان. هو هيغش مننا ويردهم بالشكل ده، ما هو هيتكشف. خلي بالك ايوه. انت هتتكشف واللي قاعد قدامك مش هيبين لك انه مكشوف، انك انت مكشوف. الاول يعني دي مهمه جدا، ما تحاولش ان انت تمثل قدام الانترفيور، لان اكيد انت ممكن انت تكون عملت مره 2 10 50، لكن الانترفيور ده معلش مضيع عمره في الموضوع ده، يعني عمرك سنين في العمر ضايعه، فاكيد هو اكتر شيء سنسيتيف بالنسبه له ان انت تمثل، او انت تقول حاجه مش حقيقيه، او ان انت تدي داتا مش مظبوطه هتستفزه، بدل ما هو يبقى ماشي معاك في تراك معين ناحيه ان انا اعين ولا ما اعينش، لا ده بيشتغلني. قبل ما انسى، في نقطه مستفزه جدا في الانترفيو. تيجي تسال واحد تقول له ايه؟ طب انت كنت شغال في الحته الفلانيه دي، طب انت سبت الحته دي ليه؟ اختلاف في وجهات النظر. طب وانت هتختلف امتى معاه في وجهه النظر؟ النقطه اللي بعد كده اول ما تضغط عليه يقول لك معلش انا ما بفضلش اتكلم. مفيش ما بفضلش اتكلم، انت ما دام اتسالت لازم تجاوب في الانترفيو. حد ثاني يقول لك ايه؟ معلش اصله كان في اسباب شخصيه. انا لازم اطمن ان الاسباب اللي خلتك تسيب شغلك مش هتبقى موجوده لما تشتغل معايا فتسيب شغلك تاني. فبالتالي انت مضطر انك تجاوب. مفيش حاجه اسمها اسباب شخصيه وانا من حقي اتحفظ. انت من حقك تتحفظ وانا من حقي ما اشغلكش. ده بالظبط. فدي نقطه انت مش جاي نقطه في منتهى هو الاستفزاز. برضه دي نقطة مهمة جدا نتكلم فيها، المقابلة الشخصية. اللي بيعمل مقابلة شخصية هو مش عايز يناسبك، ومش عايز يعمل، مش عايز يعني يقرب منك او تبقوا اصحاب، او هو عنده وظيفة وعنده جوب محتاج حد مناسب ليه. هو غالبا لو هيعينك فاكرك، لو هيعينك افتكرك. لو السي في بيجي على اليمين هيفتكرك، يعني عشان لو على الشمال هو مش هيفتكرك. لو شاف مش هيفتكرك، هو نسيك انت مين اصلا. ودي نقطة مهمة في منتهى البيئة. وانا في ناس كتيرة بقابلها يقول لي انت عملت معايا مقابلة في وقت أوه. ومش عارف ايه، فعلا ببقى مش فاكر، مش اصلا انا تنساه، انا فعلا ببقى مش فاكر، لان بيبقى في الوقت ده غالبا بتبقى انت تحت ضغط، ان انت مطلوب منك في تايم كونسترين، لازم تبقى توصل صحيح. بعدد معين ولازم تصعد ناس معينة. في شهر 6 انا كنت بشرح كورس، ببيع كورس عن الكونسبشوال ليدرشيب، مهارات الكونسبشوال في الليدرشيب. حلو كده؟ فببيع الليدرز والسوبرفايزر لان ده مجالهم يعني. فحد من الزملاء اتواصل معايا على الماسنجر من الفيسبوك، يعني راح متواصل معايا على الماسنجر ويا دكتور ايهاب ازاي صحتك، وانا مبسوط خالص انك انت هتشرح حاجه زي كده واعمل حسابي في الكورس وما عملتش حسابي. واضح انه يعني عارفني، يعني هو مش فان ولا فولور عادي يعني. وانا بيني وبينك انا مش فاكره. طبعا تعاملت بشكل ديسنت وبالراحه لغايه ما اشوفه في الكورس. اول ما شفته في الكورس قال لي انا عرفت من طريقه التواصل ان حضرتك مش فاكرني. قلت له بصراحه لا. قال لي انا عملت معاك انترفيو في الحته الفلانيه في الوقت الفلاني وحضرتك ما شغلتنيش. قلت له ومع ذلك جاي تاخد معايا كورس، المفروض تبقى زعلان. قال لي لا، لان انا عرفت بعد ما اشتغلتش ايه الجزء اللي عندي ما يناسبش، ان انا اشتغلت الشغلانه برضه في شركه ثانيه وعرفت ان انا ما كنتش هنفع اشتغل في المكان ده او في الوقت ده. ففهمت بالاوتوماتيك حضرتك ليه ما شغلتنيش، وانا احترمت ده جدا
وفرق معايا في شغلي. عشان كده اول ما سعادتك اعلنت على الكورس انا جاي اتعلم منك. عليها دايما في اي مكان اللي بيختار حد او بيصعده مثلا لنكست انترفيو بيختار دايما الانسب للمكان مش الافضل. ودي نقطه مهمه صحيح، في خطيرة. حواراتنا في الجزء اللي هم لسه بيبدا يعمل انترفيو لاول واحد. لان هو انا فاكر اول انترفيو عملته في مكان كويس جدا وناس محترمه وما اتقبلتش. صدقني اليوم ده انا كنت ديبريسد بطريقه غير طبيعيه. يعني عايز اقول لكم ان انا ممكن اكون ما نمتش تاني يوم لغايه تاني يوم من ازاي انا الشاطر اللي بجيب جيد جدا اللي خريج مثلا مش عارف ايه اللي بعمل وما اتقابلش في المكان ده. مين دول يعني؟ كان الموضوع بيرسونال بالنسبه لي بطريقه Yes. غير طبيعيه. وانا يعني انا متفاهم الناس اللي بيحصل معاها الموقف ده. لكن بعد ايام وسنين والدنيا عدت الحمد لله ان الواحد ما اشتغلش في المكان ده. لان فعلا المكان ده في الوقت ده كان اقل من الطموحات بتاعتي وما كانش هيوصلني للي انا مشيت فيه. اللي انا اقصده ايه وهم لما قابلت الناس دي في السوق بعدين وقعدت معاهم يعني الكلام بيننا وبين بعض وصلنا ان احنا في الوقت ده ما كانش انت تنفع. مين اللي ينفع؟ لا ده كان ينفع حد تاني ممكن يبقى اقل منك في حاجات معينه. يعني مثلا فور اكزامبل ان مثلا بعض الصيادله في شركات ما بتقبلهمش. ايوه مثلا حصل. هل ده عيب في الصيادله؟ لا. هل ده عيب في الشركات؟ لا. هي الشركات انا عايزه واحد ما يجيش مثلا بعد سنه يجي يقول لي ان انا عندي تكليف عايز اتكلف. عنده المبرر بتاعه. انا بديك مثال مش مطلق يعني. بس انا بالنسبه لي عايز اقعد واحد هنبدا معاه من الصفر ونعلمه هنستفيد منه طيب. بدايه من السنه الثانيه. انا عندي فكره حلوه دلوقتي. احنا هنعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس ونكتب اسئله يا جماعة. وتكتب اسئله، لان الاسئله دي بتخلينا احنا نكمل على الحلقات دي وبتورينا انكم انتم مهتمين. وعلى راي كويس. مثلا ايه وعلى مثلا وماله. واحنا هنكمل الكلام على المجاملات الشخصيه الحلقه اللي جايه. نشوفكم الحلقه الجايه ونتكلم على تفاصيل المقابله الشخصيه. السلام عليكم.